عسلامة، ان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير. كما شفتوا في العنوان اليوم عنا لحمة تون بالاسكالوب، حاجة بنينة بنينة على الاخر. كما تعرفوني ديما نوتكم كان بالعزيز والغالي. عندي لنا تروف الاسكالوب، كل واحد وكل قدير وقدره على حسب عدد افراد العائلة. باش نفوحهم شوية ملح، شوية كركم باش يعطيهم لون مزيان، وشوية جوز الطيب، وشوية ابين ثومة، شوية على الاخر ثوم شايح، وشوية اكليل، جوست باش نهرب كالطعمة متاع الدجاج وكل شي تجينا بنينة. ولأنا ما حطيتش فلفل أكحل على خاطر ولدي باش ياكل معايا، عوضته بشوية الكركم والجوز الطيب، معناها على طرطوشة السكينة النواد موسكات، ما كثرتش بكل كاية باش نخلطهم الكل كاية مع بعضهم حتى فين يتفوحوا لي التشايش متاع الاسكالوب الكل. يعني لنا عندي صدر الدجاج قسيته على 2، وكل نصف صدر هو صغير، شرحته معناها وحدي، غير لا خذيت لا اسكالوب لا حتى شيء. ما حطيتش زيت زيادة على خاطر من بعد باش نطيبوهم في مادة دهنية. توا باش نمشي نحضر الصوص طماط متاعي في كسرونة على النار، باش نحط مغرفتين زيت زيتونة وعليهم 4 كعبات طماطم فرشكة مقصوصين، نجموا ترحيوها كان تحبوا، والا تاخذوا كل حكوك متاع كطماطم بولي، لان مغرفة صغيرة متاع قهوة مقبة بالطماطم معجونة وزوز فصوص ثوم متوسطين باش نبرشهم فوقه. تنجموا تفوحوا الصوص متاعكم باللي تحبوا انتم، تنجموا تحطوا رند، تحطوا اللي تحبوا، كليل، زعتر. وباش نفوحها باش نحط لها شوية ملح، شوية تابل تونسي، نجموا تحطوا لها اللي تحبوا انتم، وشوية فلفل احمر ماهوش حرة، فلفل احمر حلو، بابريكا. نجموا تحطوا لها كل هريسة عربي ولا فلفل مهروش ولا كما تحبوها. غطيتها وخليتها تطيب على روحها في الغاز مرغاتي. اخذت مقلة اخرى حطيت فيها حكاية 30 جرام زبدة، شوية زيت، وباش نسقط فيها اكد شويات اكد طروف اسكالوب. وطابوا 6 دقائق على كل جهة على نار متوسطة، لأن ما طيبتهمش على نار هادية باش ما يفقدوش العصارة متاعهم الكليكية ويطلع لنا ناشف الاسكالوب، باش تطلع طرية. تو تشوفوها كيف انها تتقص في اخر الفيديو لحمة التن. انا خذاو شوية لون، طابوا وخذاو لون هيك، بداو ياخذوا في اللون متاعهم الجنب اللول. قلبتهم على الجنب الثاني وخليتهم يطيبوا على الجنب الثاني من على رواحهم الغادي. لنا باش نذبل بصل ومعدنوس، عندي لنا راس بصل متوسط مع حفنة معدنوس، شطر حزمة معدنوس خذيتها، وباش نذبلهم في شوية زيت. حطيت لهم شوية ملح باش يعاونك البصل باش يخرج الماء متاعه ويتذبل. نجموا تزيدوه فلفل اكحل، ونجموا زادا تذوبوه تذبلوه في شوية زبدة. وديما ما ننساش ديما نحركه باش ما يشدش، خاطر في ساعة ما يشيح. لان بعد ما تذبل حطيته في صحفة وخليته يبرد، خاطر باش نحط فوق الفرماج باش ما يذوبليش. حطيت لنا 80 جرام فروماج رابي، ديما نستعمل الفروماج متاع الاتراك يعني. شوية كبار، نجمو تزيدوه زيتون زادا تولي لحمة زيتون. 3 كعبات عظام مسموطين برشتهم، لأن المكون الرئيسي والأساسي هو التن. حطيت حكة تن اللي توزن 160 جرام، قطرتها من زيتها وحطيتها. وهوني مغرفة فرماج أتارتيني فيلادلفيا، تنجموا انتم تحطوا فرماج تريانجل ولا الفرماج اللي تحبوا عليه، المهم إن الفرماج اللي تستعملوه مش كلا يخرج الماء. نجموا تحطوا كريم فريش زادا. حركت المكونات الكل مع بعضهم هكا في الشايح،
باش شويه فروماج فيلادلفيا تتحل، وباش التون زاده كان فما هكا كوتل يتفتفتوا، وحطيت لهم عظمه كامله لان ما نكثروش في العظام باش ما يبداش سايل، باش نجمو نتعاملوا معاه ونتحكموا فيه الحشوة كيفاش نحطوها فوق الاسكالوب. لان خذيت البيركس نتاعي، هذه هي الصوص، ما خليتهاش تغلي برشا، جوست وقفت على زيتها. هوني اللحم تاعي طايب على هكا، ما طيبتهاش معناها ما خليتهاش جارية الصوص. كان جاي اللحم ماهوش طيب نخليها جارية على خاطر باش يزيد كمل يطيب والكل يكافك الصوص هكا اللحم. اما بما انه اللحم اللي عندي طيب ما جريتهاش، خليتها كيما هكا شادة روحها. انا نسيت ما حطيتش الفلفل الاكحل في الحشوة، حطيت الفلفل الاكحل وطفيت. وهوني حطيت الصوص في البيركس، حطيتك اللحمات البارتي الليس في الترانش نتاع الاسكالوب هي اللي نحطوها من فوق باش نحطو فوقها الحشوة خاطر ترفع اكثر حشوة هكا. ما تبدا بلاصه بلا وبلاصه بومبي، حطوا البلاصه البلا. ولنا بالمغرفه نغطي السيرفاس اللي من الفوق الكل كامل تاع قطعه الاسكالوب. شفتوه على خاطر الخليط الحشوه ماهوش جاري، نجمت نتعامل معاه بالساهل باش حطيته في فوق اللحمه، لا بدا يزلق لا منا لا منا. حطيت فوقه شويه فرماج اخرى زينته من الفوق، تنجموا تحطوا فيه فرماج سلايس والا فرماج كيما هكا. تنجموا تحطوا دي رونديل عظم مصموط فوق الفرماج. ما اني باش نحط كعبات زيتون، باش نقص الكعبه في 2 ونحطهم من الفوق، جي منظرهم مزيان على الاخر. وحتى كيف هكا كيف الترانش دي باش تاكلوها تجي شويه الزيتون تبدا بنينه على الاخر. مرجعيه ان شاء الله في الجست الحشوه باش نقص شويه زيتون. تلمو عجبتني لنا، فضلت لي شويه حشوه. مديت البات فويتي هذه، حبيت نوريها لكم تحفونه على الاخر مع الحاجات المالحه، تتباع عند لاتراك. قعدت لحمه التون متاعي على 180 درجه ربع ساعه لان كل شيء طايب، جوست باش الفرماج يذوب وكل العظمه هيك تشد الحشوه، معناها تطيب العظمه النيه هيك، خاطر كل شيء طايب. ما قعدتش برشا، ربع ساعه على 180 درجه. طلعت فيها صفت بنا نودكم من شهيكم. ننصحكم تجربوها، اكيد اكيد باش ترحمولي على والدايا. تجي مع روز، تجي مع سلطه خضراء، تجي سلطه مقارونه معاها اللي تحبوا نتوما. وجبه كامله ومتكامله فيها جودس بروتين. وبكا نكونوا كملنا وصفتنا اليوم. نستنى كومنتاراتكم ولا جيم تاعكم، الاشتراك في القناه كان اول مره تشوفوها وكان عجبتكم بالطبيعه ومتاكده باش تعجبكم. بكا نخليكم في امان الله وبسلامه.